المطلوب ان انا اتوقعها، لكن المطلوب في هذه المرحله الدقيقه التي تمر بها مصر ان يكون هناك نوع من التوافق السياسي وليس اجماع، توافق سياسي، ان نتفق على مجموعه من المبادئ العامه التي تتوافق عليها كافه القوى السياسيه في المجتمع المصري والتي لا تختلف كثيرا مع توجهات الشارع المصري والمجلس الأعلى والحكومة المصرية. نتفق على هذه المجموعة من القواعد ثم نبدأ في الحديث عن آليات لتنفيذ هذه القواعد. هذا يجرني بعد الشيء لمقدمات ثورة يناير. ثورة يناير الإعلام الدولي توقف بشكل قوي أنها ثورة خرجت بدون تصريحات، بدون شعارات أيديولوجية، بدون شعارات دينية، ويجب أن نتوقف عند كلمة بدون شعارات دينية. طبعا عشان كده أنا بسأل حضرتك ماذا حدث أنه كل فصيل سياسي على الساحة المصرية الآن يحاول أن يبحث عن مصالح سياسية له، خاصة مع قرب الانتخابات، خاصة مع الحديث عن تشتت القوى السياسية المصرية. الكل يريد أن يكون أنا موجود على الساحة المصرية. هذا هو الفرق الجوهري بين يعني أصبح صراع على السلطة، صراع على القوة، صراع نفوذ. يعني يجب أن نقرأه في دقته أن ما حدث أمس في ميدان التحرير هو صراع نفوذ بين القوى السياسية المصرية المختلفة. القوى السياسية المصرية عندما تحركت في 25 يناير كان لا يوجد أي هتافات أيديولوجية، الكل تحرك بعفوية، وربما هذا كان من أحد أسباب نجاح الثورة المصرية في ذلك الوقت. اختفت الأسباب والهتافات الأيديولوجية. اسمعني حضرتك، أنا عاوز أسجل حاجة مهمة جدا، إن الصراع اللي حصل ده امبارح كان فيه أدب جميل قوي في التعامل مع بعض، انسحاب بمنتهى الاحترام. نعم. ومنتهى الرقي زي ما بيقولوا. لم تحدث صراعات، لم تحدث نوع من الاشتباكات بين القوى السياسية وبعضها. تمام. وده في حد ذاته آلية تحترم، وهذا قد يعتبر مؤشر للقادم في الحياة السياسية المصرية. إن حدث نوع، هذا ما نبحث عنه، نبحث عن توافق وليس إجماع. من الصعوبة بمكان الإجماع في السياسة. السياسة لا تعرف إجماع، ولكن نقول توافق، أن تتوافق القوى السياسية على خطورة المرحلة. قد يكون ما لوهت لحضرتك فكرة الاحترام، فكرة عدم التخوين، فكرة الضمير الوطني للجماعة السياسية المصرية. نحن في حاجة ماسة إلى أن نحيي هذه المبادئ، فكرة الضمير الوطني للجماعة السياسية المصرية في هذه المرحلة، فكرة عدم التخوين، فكرة عدم الإقصاء، أن كل فصيل يحترم الآخر، أن كل فصيل يسلم بما يملك له الآخر. هذا مطلوب، خاصة أن مصر مقبلة على أجندة سياسية مليئة بالأحداث، انتخابات برلمانية وتشريعية بشقيها، مجلس الشورى أو مجلس الشعب، وضع دستوري للبلاد، انتخابات رئاسية. كل هذا سيشكل بشكل قوي صورة مصر في المرحلة القادمة. والله يا فندم، أنا عاوز أسأل تحديدا الأستاذ شادي، لأنه هو طبعا وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد كقوة سياسية لا يستهان بها، ولكم وضعكم في الحراك السياسي الأخير لمصر في السنوات الأخيرة. إيه رأيك في اللي حصل في عريش امبارح وأنتم قوة سياسية؟ وهل ده أثر على وجودكم وأنتم في التحرير اللي هو في الجمعة اللي فاتت؟ ما أنا فاهم. شوف حضرتك، هو احنا بالطبع احنا كنا بنطالب بقالنا سنين طويله باصلاح سياسي، كنا بنطالب بقالنا سنين طويله بسقوط نظام احنا كنا شايفين انه نظام فاسد، ونافسنا النظام دوت ووقفنا قصاده وتصدينا ليه. مع كامل احترامي لجماعات الاسلام السياسي اللي طالعه دلوقتي، ما ينفعش ان هم يجوا يطلعوا النهارده وينكروا دور القوى المدنيه او القوى الليبراليه اللي كانت بتشتغل من اول حركه كفايه بحزب الغد وحركه شباب 6 ابريل. على مدار 6 أو 7 سنين كان في حراك سياسي كان بيحصل في مصر، الغد شارك فيه بجزء صغير مع قطاعات تانية من الاحزاب او الحركات المدنيه. اللي احنا النهارده قلقانين عليه هو دور الدوله في التصدي للجريمه، في التصدي للاعتداء اللي ممكن يكون جاي وليه عوامل خارجيه. احنا النهارده مش عايزين نبتدي نخون في بعض ونكفر في بعض. انا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح. اللغه، الكلام اللي بيقوله الدكتور مظبوط 100%. احنا المفروض يكون في اعاده ثقه ما بيننا وما بين بعض، المفروض يكون في نقلل شويه من النبره بتاعت التخوين، ونقلل شويه من النبره بتاعت التكفير، وده اخطر. احنا النهارده مفيش حد تقريبا مش متفق على ان الماده الاولى والماده الثانيه من الدستور المصري، ان مصر دوله عربيه، وان الدين الاسلامي هو الدين، هو دين الدوله، وان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. الماده دي، الماده الثانيه بالتحديد بتخاطب المشرع وبتقول له يا مشرع خد بالك وانت بتشرع وانت بتسن القوانين، حط في اعتبارك ان مصر
دوله اسلاميه، وان الماده الثانيه او ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للسلطات. مفيش اي حد مختلف على ده. لكن انا النهارده علشان احقق مكاسب انا مش سياسيه عارف بتثار ليه تاني يعني. ما هي دي يعني بتثار بطريقه غير بتصاب منطقيه. بطريقه ابتدت تحسسنا النهارده ان احنا النهارده بنحاول ان احنا يعني نحقق مكاسب سياسيه بقى بالموضوع ده. يعني نفس النقطة الحقيقة أنا عايزة أتوقف برضو عندها أستاذ دي مع أستاذ رمضان، يعني عايزة أكد عليها فعلا. مين اللي تطرق لموضوع المادة الثانية؟ حتى إنه في خطبة الجمعة الماضية تم إنه التأكيد على عدم المساس بالمادة الثانية. نعم. يعني مين تطرق ليها أصلا؟ يعني إن هي ما هياش نقطة خلاف. تصور يعني حتى إنه يعني حتى رموز الكنيسة البابا شنودة قال إنه هو بيطالب بعدم إلغاء المادة الثانية من الدستور، فمين تطرق ليها أصلا؟ أنا أتصور حضرتك ما يحدث أمس يعني يجرنا بشكل تلقائي لما حدث في 25 و28 والفترة التي تلت الثورة المصرية. هناك أشياء تحدث بالمخالفة. على سبيل المثال ثورة 25 يناير عندما قامت وتوحد الشعب في الميدان، كان أجمل ما فيه توحد نسيج الأمة. واسمحوا لي مش هستخدم كلمة عنصرية الأمة، نسيج الأمة مسلمين وأقباط. هذا كان أجمل ما في ثورة يناير. الصورة الجميلة التي جاءت لميدان التحرير والمسلمون يحرسون المسيحيين في الصلاة والعكس بالعكس، هذه الصورة الجميلة تناقلها الإعلام الدولي وتوقف عنها الإعلام الدولي بقوة جدا، بل أنه بدأ يتحدث هذه هي مصر في المرحلة المقبلة. أهمية الصورة دي عندما أقارن الصورة السابقة التي ختمت بحادث كنيسة القديسين في الإسكندرية، صورة مصر الطائفية. صورة مصر الطائفية لا مش مصر الطائفية، دي صورة مصر اللي كانت في أيدي بتعبث في أمنها. بتعبث طبعا، يعني هي مش طائفية. يعني حتى الآن موقف حماية المسيح للمسلم أثناء صلاته والعكس بتحصل وقائمة، بتحصل عفوية. لا جدال في هذا. أنا بتكلم فيها يا فندم إن أخطر قضيتين بنتكلم فيهم دلوقتي هم الأمن والإنتاج. صح. احنا دلوقتي بنتكلم في أواضي أيديولوجيات لاتجاهات سياسية مختلفة، وده في حد ذاته أعتقد أن هو قد يكون مطلوب، بس على الجانب يسار، يعني يكون موجود على أن ده شغال في اتجاه والامن والعجله الانتاج تدور في اتجاه بس تاني. في مشكله يا احمد، استاذ رمضان يمكن كان بيقولها قبل الهوا، انه صوره مصر في الاعلام العالمي تغيرت. او صوره ثوره مصر تغيرت لغايه ابريل. حضرتك كنت بتتكلم بالظبط لو تسمحي لي حضرتك ببعض التفاصيل. يعني لما نقسم صوره مصر من 25 يناير حتى ابريل، يعني تحديدا اول ابريل بعد الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، الصوره الجميله الورديه المثاليه لمصر تعرض كل ما هو جميل في مصر. ولاحظ أن الإعلام الدولي يتحدث بحيادية ويتحدث بإيجابية ولا يكلف مصر شيء. هو بيرصد الواقع المصري، كبرى الصحف العالمية، كبرى محطات التلفزيون، كبرى الشبكات، كله بيتحدث عن هذه الصورة الإيجابية، ورصد مؤشرات لهذه الصورة الإيجابية. منها ما تحدثنا عنه النسيج الوطني المصري والوحدة بين المسلمين وبين الأقباط في كده، وبل إن في مصادر وتوقفت إنه لم يوجد عسكري حراسة واحد على أي كنيسة أثناء الثورة في ظل حالة الانفلات الأمني الشديدة اللي كانت فيها مصر موجودة. المعبد اليهودي كان على بعد خطوات من ميدان التحرير، ما كانش فيه عسكري واحد، ما كانش فيه واحد من ميدان التحرير مثلا بأي فصيل سياسي اتحرك ناحية المعبد. المشهد اختلف بقى. المشهد اختلف بعد إبريل بالتحديد مع أحداث إمبابة. بدأت الصورة تأخذ الكيرف، منحنى عكسي لصورة مصر في الإعلام الدولي. كرس من هذه الصورة أولا حالة الانفلات الأمني الموجودة في الشارع المصري، حالة التراجع الاقتصادي الموجودة، جرائم البلطجة التي بدأنا نعرفها، كل هذه الأمور. وجانب أهم الصعود السياسي للتيارات السياسية الإسلامية. الغرب ما زال يتعامل مع هذه الجزئية. قد نكون احنا في الداخل المصري بنتعامل أن الفصيل السياسي الإسلامي هو جزء من الفصائل السياسية المصرية، هو ما زال في مخيلته الفصائل الإسلامية، نموذج حماس، نموذج إيران، يحاول أن يصور أن مصر هذه مصر المرحلة المقبلة، الإسلاميون قادمون إلى مصر، وهذا هو النموذج. أخذت الصورة تأخذ منحى سلبي. بالأمس الفوكس الإعلامي الدولي على ميدان التحرير كأن هذه هي مصر، هم الإسلاميين في مصر. حتى بدأت مصادر إعلامية تتكلم من بالليل، حتى مش النهاردة، تتحدث أن السلفيون أو الإسلاميون يسيطرون على ميدان التحرير. كل ده هذا بيبعث برسائل أن القوى السياسية الإسلامية هي التي تسيطر على الحياة السياسية المصرية، وهذا طبعا غير دقيق بالمرة في الفترة القادمة. فده يقودنا أن احنا صورة مصر في فترة بعد مطلوب أن نغير هذه الصورة، مطلوب أن نوضح وأن توضع استراتيجية قومية. استشهدت بموقف واحد بس، هو موقف إمبابة. نعم، ده مثال بسيط. للدرجه دي السيئه بتعمر المنطقه للدرجه دي، ده موقف واحنا عارفين كان داخليتها ايه وتتم ايضاحها امام العالم. ده ما بيحصلش كل يوم عندنا يا جماعه. شوف حضرتك، انا عايز اقول لك على حاجه.
بالنسبه للكلام اللي كان بيقوله الدكتور، وبالنسبه كان السؤال برضه اللي انت طرحته وهو الامن وعجله الانتاج. قول لي حضرتك ايه هي الاصلاحات اللي تمت في ال6 شهور اللي فاتوا في الجانب الاقتصادي؟ احنا اكتر بلد في العالم بتدي اجازات، احنا عندنا 185 يوم في السنه اجازه. عايز نزود عجله الانتاج هنقلل ايام الاجازات، بس في نفس الوقت هنرفع شويه الحد الادنى للاجور. احنا لما يبقى عندنا الحد الادنى للاجور بحكم محكمه القضاء الاداري ب 1200 جنيه، واجي اشوف وزير ماليه سابق بيقول احنا هنخليها 700 جنيه وعلى مدار 5 سنين هتوصل 1200. ما هو بعد ال5 سنين حضرتك ال 1200 جنيه بعد 5 سنين هم 700 جنيه النهارده، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. حجم التضخم اللي احنا فيه ده كلام انا شايف ان هو ما ينفعش يتم النهارده، وما ينفعش يتم في مصر بعد 25 يناير. عايزين عجله الانتاج تدور وتشتغل، هنقلل عدد الاجازات شويه يعني للاسف السوشيال دي احنا خلاص طبعا كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب داخلين على رمضان وساعات العمل ساعات العمل بتقل، ساعات العمل بتقل في رمضان والاجازات اللي بتيجي في العيد الكبير وفي العيد الصغير بس انت فيها بركه. صح صح يا فندم. هو انت انا بقول لحضرتك شوف حضرتك اي دوله في العالم بتدي عدد اجازات قد ايه وقارنها بينا. انا مش عايزين نبقى احنا اكتر دوله. اذا يا جماعه نطلع بفاصل قصير بس نشوف راي الناس ورمضان والتحرير والاعتصامات في رمضان هتكون شكلها ازاي، ونرجع نكمل كلامنا. مشاهدينا خليكم معانا هنشوف هذا التقرير واراء الناس ونرجع نكمل كلامنا. والله انا شايف ان رمضان السنه دي مختلف شويه، على الرغم من ان هو في شويه مشاحنات وفي بعض الحاجات، بس انا شايف ان هو مختلف، يعني في حريه اكتر وفي ديمقراطيه اكتر، وان شاء الله هيبقى احسن ان شاء الله السنه دي باذن الله. شايف ان دي هتبقى اول مره يعني ان نقضي شهر رمضان بدون رئيس، ودي حاجه يعني اول مره تحصل. اتمنى يعني ان يكون رمضان احسن ان شاء الله باذن الله، وان الناس بحاله تبقى ايد واحده بحيث نعدي المرحله دي لانها تعتبر من اخطر المراحل في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. في ناس كتير متضرره وفي مجالات مختلفه حالها واقف بقالها حوالي 7 شهور. كل ده بسبب الفوضى اللي احنا فيها وتأجيل الانتخابات وتأجيل تعديل الدستور. ليه التأجيل ده؟ اتوقع يعني المفروض رمضان بعد الثورة يكون أحسن من رمضان قبل كده، لأن احنا أصلا الثورة دي أخلاق، واحنا اتعلمنا المفروض من الأخلاق ديت إن احنا نعرف نحسن سلوكياتنا أحسن من كده. والله الاعتصامات بصراحة أنا شايف إنها كدرت وزادت على حد قوي. يعني نحاول بقدر الامكان ندي فرصه للناس اللي شغاله دي ان هي تاخد وقتها في التفكير، وقتها ان هي تخطط، لان الموضوع مش سهل يا جماعه. الناس فاكره ان الموضوع سهل وان الموضوع يقدروا ياخدوا اي قرار في اي لحظه، لا ده طبعا مرفوض جدا. يعني الشيء اللي بيجي بسرعه ده بيبقى غلط قوي يعني. فلازم الناس تهدى شويه وتبتدي تاخد شهر رمضان ده فرصه ان هم يبتدوا يفكروا صح ويبداوا صفحه جديده، على الاقل كل واحد يصلح من نفسه يعني. والله هو مش مزار، هو ميدان التحرير مش مزار يعني، هو ميدان التحرير ده مكان فيه مطالب وفيه حاجات يعني، مش هيتحول اكيد لمزار يعني. في فرق بين المزار وفي فرق بين حاجه بمكان ان هو بتبقى في حاجه مطلوبه مش مشروعه يعني. ما فيش مانع يعني، ما فيش مشكله يصر في التحرير يصر في الحسين في اي مكان، بس يعني نتمنى ان يلتزموا الهدوء، يعني ما يكونش فيه تخريب. يعني نتمنى يصر في اي مكان عاوزه بادب واحترام، بس بدون تخريب وبدون اي تجاوزات يعني. ممكن ما حدش عارف يعني، الثوره اصلا غيرت في كل حاجه يعني، ما حدش عارف، ممكن فعلا يباتوا في ميدان التحرير بس لحد ما تظهر نتيجه برضه. والله ليه لا، احتمال كبير تظهر في ميدان التحرير يعني، على الاقل لو مش كل الناس يبقى بعضهم، لان في ناس كتير حالها واقف كده هم سهرانين وكده حالهم واقف.